السلام عليكم. اليوم عندنا شرح طريقة التسجيل على القانون الجديد اللي هو يخص المحتجزين خارج البلاد على منصة أور. نختار المتصفح جوجل إذا كان موبايل أندرويد، أو سفاري إذا كان آيفون، أو أي متصفح. نكتب بوابة أور أو منصة أور، راح ندخل عليها، نختارها. هنا نجي نسجل دخول. لازم هنا الشخص اللي هو أبو الشأن نسجل دخول عن طريقه. رقم التليفون مالته نكتبه هنا، نختار أنا أحب العراق، وإنه راح يصير لنا رسالة نصية، وبعدها راح يطلب لنا تفاصيل اللي هو تخص البطاقة الموحدة، ونرفقها ونرسلها اللي هو الشخص نفسه. فهاي هنا نقول له بعدين إرسال، وراح نسجل دخول، راح يقول لنا أهلا بك فلان يستقبلنا. تنفتح عندنا هاي الصفحة. هاي الصفحة هنا بيها حقل جو، هنا البحث. هسه راح نشوف الحقل البحث. تمام. هنا طلع لي مرحبا بشير، يعني تأكدت انه انا الحساب مضبوط. تمام. هنا بنجي هنا للبحث، نكتب هنا عن البحث عن خدمة. مثلا نكتب مثل هذا النص نكتب تقديم طلب إلكتروني للشمول بقانون المؤسسة المحتجزين خارج العراق، معززة بالدفع الإلكتروني. هنا راح يطلع لنا الاختيار، فنختاره مباشرة وندخل عليها. تمام. هنا أنا كتبت لكم حتى يكون واضح بصورة صحيحة. بعد ما نختاره راح تطلع لنا هاي النافذة. نختار هاي بالمكتوب الأحمر للانتقال إلى الخدمة. راح تطلع لنا هاي النافذة. هنا التفاصيل، الاسم حسب هنا راح يحتاج لنا رقم تليفون، يحتاج لنا بقية التفاصيل، بطاقة الموحدة كلها عندنا على حسب الأصول نحتاجهن موجودة يمنا حتى نسجل. بعد ما اختارنا الخيار اللي هو باللون الأحمر، تطلع لنا هاي هل المشمول على قيد الحياة. هنا إذا كان مشمول نكتب نعم، إذا كان متوفي لا سامح الله نكتب نعم كلا. مقدم الاستمارة اللي هو الأصل، اللي هو الشخص نفسه أو الوريث أو وكيله. الاسم الأول مشمول نكتب اسم الشخص اللي كان محتجز. هنا الاسم الثاني اللي هو اسم الأب. هنا نكتب كل شخص نقدم له استمارة، كل واحد بالعائلة نقدم له استمارة، يعني مو العائلة كلها باستمارة واحدة، لا. هنا نكتب التفاصيل، الاسم الأول، الاسم الثاني، مثل ما هنا كتبناها بنموذج حتى تكون الصورة واضحة لكم، واللقب. وهنا الاسم الأم، واسم الأم الثاني اللي هو اسم أبو الأم، واسم الأم الثالث اللي هو جد الأم. تاريخ الميلاد للشخص نفسه اللي نريد نقدم له، ورقم الهاتف يكون رقم تليفون فعال اللي هو هم التابع للشخص نفسه، بحيث إذا احتاجوا شيء يتصلون عليك. نحتاج تاريخ اللي هو الميلاد، هنا جاي نختاره. إن شاء الله تكون الصورة واضحة عندكم. ما جاي نختار هسه احنا هنا تاريخ الميلاد على ما شيكنا البطاقة الوطنية، البطاقة الموحدة، حتى نختار الرقم الصحيح. فهنا عندنا هاي الإجراءات كلش مهمة، لازم الأرقام دقيقة وفق المستندات الموجودة عندنا. وهنا لا نخطأ بالمسميات، الأشهر وكذا التفاصيل لا نخطأ بيها. هنا طلب من عندي تاريخ الاحتجاز، تاريخ فك الاحتجاز، دولة الاحتجاز مطلوبة من عندي، هاي كلها أمليها. مثلا كنت تكتب الكويت، السعودية، إيران، أي دولة. هنا دولة الاحتجاز راح نكتب إيران أو الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ماكو فرق.
جو دولة الاحتجاز هنا حقل المهنة قبل الاحتجاز، سواء إذا كنت صغير بعدك نكتب لا شيء، إذا كنت طالب نكتب طالب، إذا كنت ما مولود نكتب لا شيء، إذا كنت موظف مهندس والموظف والمهندس نفس الشيء نكتب هاي التفاصيل كلها، نكتبها موظف عسكري أو أي شيء موجود نكتبه، شنو أنت كنت كتبه. هنا بعد شنو عندنا؟ هنا نختار التفاصيل هاي بعناية وبصورة صحيحة حتى لا نخطئ بالأرقام، لأن الخطأ بالرقم يسبب لنا مشكلة. فهنا على ما اختارين الرقم وعلى ما اختارين التاريخ بصورة صحيحة وفق المستندات الموجودة، ونختار الأرقام لازم تكون صحيحة مطابقة للمستندات اللي عندنا. تاريخ فك الاحتجاز، ايش وقت رجعت من الدولة اللي كنت بيها، سواء إيران، الكويت، أي دولة كنت بيها أنت محتجز هناك بالمخيمات. ما أعرف يا دول اللي بيها مخيمات، اللي أعرف أنه إيران بيها مخيم. هنا نختار تاريخ فك الاحتجاز اللي هو اليوم اللي رجعت فيه أنت للعراق، تمام. هنا نختاره بصورة دقيقة، يكون مطابق للموجودة عندنا المستندات. وعندك هنا تاريخ الاحتجاز اللي هو هم من كتبه، شو وقت انت وصلت هناك هم من كتبه نفسه. النوب هنا يحتاج من عنده اسم الشاهد، شاهد أول شاهد ثاني، يكون أشخاص يعني موجودين ذاك الوقت شاهدين على أنه أنت فعلا هاجرت وفعلا رحت لهاي الدولة، والشغلة بيها مثلا مسألة قسم واستدعاء شاهد، فلازم تحسب حسابك. هنا اختارينا هذا الاسم. وهل المتقدم وثائق؟ يقول لك هل لدى المتقدم وثائق تثبت الاحتجاز؟ نقول له نعم. شنو هي الوثائق؟ مثلا عندك كتاب الأمم المتحدة، وثيقة العودة الطوعية المانيفست، قرار قضائي، وثيقة الكارت الأخضر أو الكارت الأبيض الموجودة عندك، تصريح الخروج. يعني شنو عندك أنت تكتبها، وإذا عندك ملاحظة إضافية تكتبها. مثلا أنا كتبت إنه تم احتجازنا في الجمهورية الإسلامية في إيران كذا منطقة بكذا مخيم، تمام. إنه بعدها نختار هاي الفقرة الجو اللي هو أنه أتعهد بأن جميع المعلومات المذكورة في هذه الاستمارة صحيحة ودقيقة، وأتحمل كامل المسؤولية والتبعات القانونية في حال ثبوت خلاف ذلك. لأن المسألة تعرفون أنه المسألة هاي مسألة مو أنه اليوم إحنا قاعدين نسولف، لا، مسألة تخص معاملة وراح ترفعها أنت للدولة، وإن شاء الله إذا الله سهل بها استحقاقات وكذا. فأنت هنا لازم تحسب حسابك بصورة صحيحة، وتحضر مستنداتك والمعلومات اللي تكتبها لازم تكون بصورة دقيقة، لا تبالغ ولا تكتب زايد ولا تكتب ناقص. هنا نرجع نشيك المعلومات مالتنا قبل لا نخطي الخطوة الثانية. ولما خلصنا نكتب حفظ واستمرار اللي هي باللون الأخضر، نختارها. هنا تم حفظ المعلومات بنجاح، نقول له أوكي اللي هو اللون البنفسجي. هنا يريد من عندي أرفق المستندات والملفات الموجودة عندي. هنا البطاقة الموطنية أو البطاقة الموحدة، نختار صورة. الوجه الأول مثلا هنا رفعناها على شكل صورة بصيغة الصورة، والوجه الثاني هم كذلك نفس الشيء، هم نختار بصورة على شكل صورة، المستند على شكل صورة، تمام. أما البقية هنا يحتاجهم PDF، مثلا وثيقة الأمم المتحدة حسب ما موجود هنا، وثيقة العودة الطوعية هنا نختارها بصيغة ملف PDF وليست صورة. أنا سبق أنه حافظها هنا بالملفات فاختاريتها، دخلت على الملفات ولقيتها ورفعتها بصيغة ملف. رقم التسلسل همينة كذلك، إذا عندك رقم تسلسل بدائرة الهجرة هم ترفعه هم بصيغة ملف. فقط الجنسية أو البطاقة الموحدة ترفع بصيغة صورة، أما البقية فهي على صيغة ملف PDF حسب ما مذكور هنا. أنا بنقول له حفظ واستمرار. بعد ما أكملنا رفعهن.
تم حفظ الملفات بنجاح، نقول له اوكي. هلا وهنا نجي مرحلة الدفع الإلكتروني اللي هو دفع 25,000 لكل شخص. نختار بطاقة الدفع المسبق، تأكيد الدفع. النوب هنا بعدها راح تطلع لنا حقول اللي هي الخاصة ببطاقة الدفع، مثلا الرقم الرئيسي اللي هو متكون 16 رقم، يمكن هيك شي، التاريخ، وهالنوب الكارد ريدر نيم اللي هو الكارد هولدر نيم اللي هو اسم الشخص، نكتبه هنا بالكابيتال، الحرف الكبيرة كما موجود نكتبه كما موجود عندنا بالبطاقة اللي هو الماستر كارد. وهذا السي في، ما أعرف هذا المصطلح اللي هم أكو موجود 3 أرقام، 3 أرقام موجودة يا أما بالوجه يا أما بالظهر، اللي هو السي في V2 أو سي في C2، نكتبها كما موجودة بالبطاقة حتى لا تفشل عملية الدفع. نكتبها بصورة دقيقة وبصورة صحيحة حتى لا نخطئ بها. هنا أنا جاي أكتب الاسم كما موجود بالبطاقة نصا، حرف كبير وليس حرف صغير. هنا أنا كما مكتوب هنا كما في البطاقة. بعدها اختاريت أنا هذا السي في 2 شنو موجود عندي بالبطاقة، اختاريته. هنا راح يصير الدفع مباشر، يعني بدون ما يرجع لك انه ياخذ رأيك بالبطاقة او فشي، لا، انت ما دام كتبت هاي المعلومات فهو راح ياخذ الفلوس مباشرة. هنا بنقول له بي دفع، اللي هو الخيار بالسماء ندفعه. هنا يقول لي successful payment، يعني نجحت عملية الدفع. هسه هنا انت خلصت نص الشغل. راح يطلع لك هنا تقول له تحميل وصل الدفع، اختاريته. هذا الوصل تحفظه، تحتفظ به، تحفظه بصيغة ملف PDF، تاخذ له سكرين. المهم تحفظه، الطبعة هم ماكو أي مشكلة لأن كلش مهم. هنا أنا جاي أحفظه بصيغة ملف، أخذت له سكرين شوت واحتفظت بها الصورة، أسحبها ورقي هم ماكو مشكلة. بعدين من راح تصير مراجعة راح تاخذه وياك هذا. هنا أنا جاي أحفظه بالملف بصيغة ملف وعلى وفق الأصول حتى تكون عندي الصورة واضحة، لأن أنا أحتاجه بعدين هذا. بس أنا جاي أحفظه هنا شوي، أنا مودي نحفظ عندي لأن هذه الشغلات كلش مهمة بالتقديم. أنا أقول له حفظ في الملفات، يعني راح يحفظ بصيغة PDF أو صورة بالملفات حتى لا يروح منا. أخذت له هنا سكرين شوت صورة، أخذت للشاشة. إنه بعدين أطلع من هاي أرجع أقول له رجوع. أقول له رجوع حتى أكمل باقي الخطوات. هسه هاي كلها يعني عملية إجراء حفظ الوصل حتى أحفظه، يعني هي شغلة بسيطة بس شوية. فيقول لي هنا تم دفع بنجاح، أنه بختار أوكي استمرار. راح تطلع لي هاي المعلومات والتفاصيل، أتأكد من عدها تشيكها بالضبط بالتفاصيل، التواريخ والأسماء والأرقام والتفاصيل كلها أكتبها. هنا وأقول له إرسال الطلب الأخير بدنا نشوفها مضبوطة. هنا تم حفظ الاستمارة بنجاح. هنا بعد ايش راح يصير عندي؟ تحميل استمارة الطلب، هاي لازم أحملها أحتفظ بيها بصيغة ملف، أحتفظ بيها سكرين شوت، أطبعها. هاي كلش مهمة لأن أنت راح يصير مراجعتك بهاي المستندات اللي هو هاي والوصل اللي بيهم باركود. تمام، هاي اللي بيها باركود مهمة كلش، لازم تحتفظ بيها ومكان تكون ما تنمسح. بعد هنا من أقل أنا رفعت هاي الاستمارة خلاص، يعني كمل التقديم مالتي. وإذا أي شخص عنده استفسار أو شغلة ما فاهمها يتفضل بالتعليقات، وإن شاء الله ما نقصر وياه، علما أنه هذا مو مصدر رسمي وإنما تبرع من عندي لكم حتى أساعدكم بهاي الفقرة. والله يوفقكم إن شاء الله ويسهل أموركم ويرزقكم، وإن شاء الله يعوضكم
يعوضكم على التعب اللي تعبتوه والتضحيات اللي ضحيتوها. هنا أنا قال لي تم الدفع بنجاح. هاي التفاصيل هنا كلها أقدر أشيكها من هاي الفقرات. هاي هنا حالة الطلب، معلومات الاستمارة كلها أقدر أدخل عليها وأشوفها، والملفات اللي رفعتها كلها أقدر أطلعها. وهي خلاص هو انتهى التقديم، بس هي هاي كلها إجراءات. طباعة الفاتورة كذا تفاصيل هنا هاي كلها أمور ثانوية، بس هو الأشياء الأساسية احنا كملناها، والتقديم بصورة صحيحة هو هذا. وأسأل الله التوفيق لكم جميعا. مع السلامة.